بسم الله الرحمن الرحيم. معنا في هذا اللقاء الكابتن سامح عبد الفتاح، مدير الكرة في نادي ديكنس الرياضي. اهلا بك كابتن اهلا بك سامح. يا استاذ محمود. المسؤولية كبيرة يا كابتن سامح طبعا السنة دي، لان احنا في درجة غير الدرجة. هل مسؤولية مدير الكرة شايف تعاون من الجميع معاك؟ هل في قصور من الناس في كده؟ وبالذات دي مسؤولية ولك اياها مجلس الإدارة؟ والله كله بيتعاون والحمد لله احنا ماشيين كويس، وربنا كرمنا السنه دي بناس كويسه ولاعيبه اداء كويس ولاعيبه محترفه واجتهدنا ان احنا نجيب اللعيبه ديت، والحمد لله احنا شكلنا في الاربع ماتشات اللي لعبناهم كويسين جدا، باستثناء ماتش المنصوره طبعا كان في شويه توتر من اللعيبه، وان شاء الله اللي جاي كويس باذن الله. كابتن سامح الوقت يعني فات 4 ماتشات، انت سجلت فيهم يمكن جولين بس او 3 اجوان. والله يا اللي هو كابتن ماتش محمود، هو احنا ماتش بنقصنا سمن. بس الفرقه بننقصها في راس الحربه، اللي احنا مفتقدينه ان ما فيش عندنا راس حربه اللي هو قوي. معانا الكابتن جمال ابراهيم، هو طبعا يعني انسان كويس جدا ولاعب على خلق، وان شاء الله يجي في الماتشات الجايه باذن الله ياخد الفرصه ويكون كويس باذن الله. طيب بالاضافه للكابتن جمال ابراهيم، انت بتقول بينقصنا الهداف، هل في مثلا في فتره القيد في يناير اللي احنا داخلين فيها دلوقتي، هل في جديد انضمام لاعيبه جدد ان شاء للفريق؟ الله باذن الله ممكن على ماتش البلديه يكون معانا لعيب فيرود يعني ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله، وفي لاعب بيتمرن معانا بقاله حوالي شهر، وهو انسان كويس برضه وان شاء الله يكون معاه بخير باذن الله. يعني احنا دلوقتي من 4 ماتشات معانا 3 نقط، اللي هو فوز وحيد في 4 نقط، فوز وتعادل. هل نقدر نطمن الجماهير بعد كده ان شاء الله؟ لا والله في يناير بمستوى اللعب بتاعنا في الماتشات اللي احنا لعبناها، احنا المفروض معانا 9 بونت، يعني ماتش نبروح حضرتك شفته، يعني ده بظلم من الحكم راح مننا 2 بونت. ماتش بني عبيد برضه يعني احنا كنا مسيطرين بنسبه 80% على الماتش، في الشوط الثاني دي حقيقه. ولكن برضه يعني هو راس الحرب الهداف. لكن ماتش المنصوره ما كانش عاجب الجميع بصراحه. لا ما كناش موفقين فيه. عموما نتمنى لك التوفيق يا كابتن سامح، ونتمنى للنادي بتاعنا ان شاء الله يعني ان شاء الله ينافس على يكون حاجه، المراكز الأولى. ان شاء الله يكون حاجه مشرفه باذن الله يا استاذ محمود السنه دي باذن الله. ان شاء الله. شكرا يا كابتن سامح، شكرا.